بأسست علي معلول النهارده في الجون الثاني النادي الاهلي، وصل لرقم 67 ليه مع النادي الاهلي في خلال مسيرته. هيتساوي بالرقم ده مع عبد الله السعيد اللي ليه برضه 67 اسيست مع النادي الاهلي. بس الفكره والتيتا مش هنا، الفكره ان علي معلول وصل للرقم ده في 214 ماتش بس، لكن عبد الله السعيد وصل في 241 ماتش. بالثلاثه النهارده النادي الاهلي بيقدر يكسب الاتحاد السكندري في مباراه ممتعه جدا. كده العلامه الكامله لمارسيل كولر مع النادي الاهلي: 11 مباراه، 11 فوز، 6 دوري، 2 افريقيا، 2 كاس، و1 سوبر. العلامه الكامله لكولر بصراحه يحكم باحكامه. كالعاده تشكيله متوازنه من مارسيل كولر النهارده بدانا بيها. بس الفكره ما عادتش في التشكيله دايما مع مارسيل كولر، هي الفكره في الطريقه اللي بنلعب بيها. زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات، الميزه في النادي الاهلي السنه دي ان كولر لما بيجي يبدا اي ماتش دايما بيبدا بالضغط العالي، الضغط من عند المهاجمين، السكند بول، الهاي بريشر، الكره المودرن الحديثه اللي خلت زميلنا وصديقنا واللاعب ال 12 بتاعنا محمود علاء يغلط في الجول الاولاني، ويقدر عن طريقه عبد القادر تروح الكره منه وكره فضلت تعافر عشان تخش، ويقدر بيرسي تاو ينجح انه يجيب الجول الاولاني. ومش بس كده، فضل الضغط مستمر من النادي الاهلي، بالرغم ان بعد الجول الاولاني نادي الاتحاد السكندري فضل يمسك الكره شويه ويحاول يعمل هجمات، هي هجمات مش خطيره، ويعني تقدر تقول يعني بساط وراح هنا وهنا، بس برده ما كانتش هجمات خطيره جدا جدا جدا. لغايه ما وصلنا للفاول الثاني والاسيست الثاني بتاع علي معلول، اللي هو الفاول برده جاي من صديقنا وحبيبنا يعني محمود علاء، ونحب نشكره من هنا طبعا على الفاول اللي هو عمله. الاسيست الثاني اللي احنا اتكلمنا عليه في اول الحلقه، الاسيست الثاني وال 67 معلول مع النادي الاهلي. وميزه الكور الثابته مع مارسيل كولر، طلع عليها اوفر طبعا خرافي من معلول، وطلع عليها ياسر ابراهيم راكب الراجل الجون الثاني. بعد الجون الثاني طبيعي جدا جدا ان انت ما تفضلش ضاغط كبير عشان ما تلبسش جون بسهوله، فعشان كده كولر راح للاتحاد السكندري لغايه ما قدروا قبل نهايه الشوط الاولاني، وبغلطه طبعا من ياسر ابراهيم، بس مش مشكله يا ياسر، احنا بنستحملك عادي، مش مشكله، انت حبيبنا يعني. قدر انه يجي لهم ضربه جزاء، ودخل حبيبنا برده محمود علاء ودخل يحط الكوره، بس الشناوي قدر يصد الكوره النهارده، لا ويمسكها، يعني مش بس يصدها، لا يمسكها ويبدا بقى هجمه ثانيه. وبكده بينتهي الشوط الاولاني. بالرغم ان احنا جبنا جونين في الشوط الاولاني وجبنا جون واحد بس في الشوط الثاني، ولكن الشوط الثاني بالنسبه لي كان اروق والذ، عشان كده تلاقيني واقف جنب حته رايقه وهاديه شويه. الشوط الثاني بقى احنا كانت البدايه فيه سخنه قوي، وغلطه ثانيه برده من ياسر ابراهيم تسببت في ضربه جزاء ثانيه لنادي الاتحاد السكندري، ولكن الحمد لله احمد عادل، الموقف احمد عادل ميسي بيضيع الكوره ويطلعها بره، وده مش عارف ده يعني ده حسن حظنا ولا لا، بس انا شايف ان احنا كنا الاحق بالمباراه دي، واحنا كنا بنلعب احسن طبعا في مجريات المباراه. الشوط الثاني بدا الاتحاد السكندري كان ماسك كوره، وكالعاده برده مسكان له الكوره ده بساط هنا وهنا، بس من غير هجمات خطيره. ودي الميزه في مارسيل كولر، ان هو بيتحكم في اداء المباراه. مش معنى ان انا مش معايا كوره مش معنى كده ان انا عليها هجمات خطيره. انا ما افتكرش حاجه للاتحاد غير ضربتين جزاء وكوره خطيره واحده بس كانت من بولو تقريبا لما نزل في التغيير بتاع نادي الاتحاد في الشوط الثاني، الكوره اللي براسه اللي نجح فيها الشناوي انه يصدها على بعد متر، بس الكوره كانت بدماغه كده على بعد متر ولا مترين، قدر الشناوي يصدها بكل احترافيه. الشوط الثاني كان حلاوته في ايه بقى؟ في قفشه بقى اللي احنا جينا عليه الفتره اللي فاتت، لازم نديله حقه المره دي. ليه؟ قفشه نزل الشوط الثاني النهارده بصراحه، باصه هنا حلوه وباصه هنا حلوه وسلو هنا حلو ولذاذه وطعامه وجمال وباصات ممتازه جدا، وبيعمل هجمات خطيره جدا جدا للنادي الاهلي في الشوط الثاني. مش بس قفشه اللي هو المفروض يستحق بعد كده ويبدا اساسي، لا ده كمان الغريب حسين الشحات النهارده لما نزل قدر يعمل خطوره، وهو اللي عامل السروج جميل لقفشه في الجون الثالث اللي عمل قبل اللي هو بيقولوا عليه بري اسيست اللي قبل الجون اكرم توفيق. الملخص بتاع المباراه في التحليل السريع اللي بنعمله للنادي الاهلي ان كولر هو اللي بيتحكم في اداء الماتش كله، مش في رتم لعيبه النادي الاهلي بس، لا ده في رتم لعيبه اللعيب المنافس. زي ما قلنا المره اللي فاتت، مش معنى ان الكوره مش مع النادي الاهلي، مش معنى كده ان هيبقى الاهلي عليه هجمات خطيره، لا بالعكس، ده هو كولر بيتعمد يسيب الكوره، يسيب الاستحواذ للفرقه الثانيه في وقت معين عشان يبدا يغير التكتيك بتاعه ويلعب مثلا على الهجمات المرتده
او يلعب على البساط السريعه زي اللي حصل في الجون الثالث بتاع اكرم توفيق. هتسالني تقول لي يا ربيع طب ايه المختلف يعني؟ انا مش عارف بصراحه ايه المختلف، ما انتوا اكيد فاهمين يعني ايه في الدقيقه 90 او في وقت بدل الضايع اكرم توفيق اللي هو باك يمين يبقى موجود في ال 18 بيستلم ثرو من قفشه ويدخل بيها جون. تفتكروا دي صدفه؟ لا دي اكيد مش صدفه، دي جمل تكتيكيه عاملها كولر للنادي الاهلي، وشفنا منها اكتر من جون قبل كده في الماتشات اللي فاتت، وبتتكرر في كل ماتش. في كوتش بره، في كوتش عارف يتحكم في اللعيبه النادي الاهلي، عارف يحفظهم جمل تكتيكيه، مش اللعيبه اللي بتتحكم في اداء النادي الاهلي وفي الريتم، لا ده كولر هو اللي بيتحكم في اداء المباراه، وبيشوف اللعيبه بتاعته تقدر تعمل ايه اللي هو عايزه، وبكده بيقدر يطلع الماكسيمم من كل لعيب عنده في السكواد. ومن قدام سو واقف. تبقى كده انتهت حلقتنا النهارده من التحليل السريع غير محايد لمباراه النادي الاهلي وفوز النادي الاهلي على الاتحاد السكندري 3-0. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. اشوفك ان شاء الله في التحليل الجاي للنادي الاهلي.